السلام عليكم، مساء الخير. الوصفة تاع اليوم هي قريوش بطريقة مختلفة تماما. الوصفة ما شاء الله خفيفة ظريفة. حطيتها بمناسبة العيد الأضحى كما هو متعارف عليه انه ما يضمنديش يعني قطوات تاع اللوز ولا قطوات الثقال، نبغيو قاطو خفيف نحطوه هكا في وجه الضياف. وهذه حلوى عريقة تتحط في جميع المناسبات وجميع الأيام، ما عندهاش يعني وقت خاص بها. نبداو على بركة الله في المقادير تاعنا. انا لهنا عندي نص كيلة تاع نشا، راح نضيف لها 3 كيلات تاع فرينة. الكيل نحاول صافا ما نعمروش طول وما نخليه ما نقصش منه. دائما نخلط المواد الجافة. انا لهنا الفرينة نغربلها، من المستحسن عملية الغربلة باهي يفوتنا الهواء في لافارين. نزيد الملح، ضروري الملح في الوصفة. عندي فنجان من حليب بودرة، وعندي ايضا تقريبا نصف ملعقة اكل من بودرة الفانيليا. دائما قلت لكم في الحلويات التقليدية ديما يعني 90% نخلط المواد الجافة مع بعض. من بعد نضيف كيلة تاع سمن ما عمرتهاش، خاصة تقريب أسبوعين أو دودوا. السمن نذوبه ونخليه يبرد، لازم يبرد، لانه لو كان يكون سخون من بعد الوصفه تاعنا ما تنجح لناش. ندخل السمن في لافارين مليح مليح، نمحر بكف اليد. من بعد نبدا نضيف السوائل عندي لهنا الخل راح ندير تقريب كاس تاع شاي من الخل الخل أغلبية المعجنات يعني من المستحسن نحطو فيهم الخل، لأنه محسن طبيعي. الناس اللي ما تشتيش المواد الكيميائية الخل راهو مليح. نزيد أيضا لهنا المازهر، أنا درت عيني ميزاني لأني مرفة يعني هذه خدمتي. مازهر تقريبا ندير نص كاس تاع عصير. الكاس تاع العصير ندير نصفه من الماء، من ماء الزهر، ومن بعد نكمل نجمع بالماء، ماء عادي تماما. العجين لازم يكون عندي عجين طري ماشي يابس، عجين طري. حذاري يعني يغركم السمن، تبالكم من بعد باللي العجينه تاعكم راهي كي مليحه المطروحه، هي لا من بعد تيبس لكم. لازم تحسوا بها باللي راهي دات الحاجه تاعها من الماء. العجين نحاول اني ما نعجنوش بزاف، تقريب نجمعوا عفوا كما راكم تشوفوا. بعد ما جمعت العجين تاعي، ها هي عندي عجينه طريه، ما هي يابسه ما هي طالقه روحها بزاف. نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الاقل ساعه الى ساعتين. تقدروا حتى تبيتوها ليله كامله ما كانش مشكل. لهنا هذا نشا، هذا اللي راني نحل به درك نشا حيعاوني اني نحلها الاز. وزيد بزياده زيد تعطينا قرمشه في القريوش تاعنا. راني ندير في النشا فوالا كيما هكا. ودرك نحل بالحلال مليح، لازم نحلو مليح مليح. ما لازمش العجينه كي نحلها تكون خشينه، يعني لازم تكون رقيقه، لانه لو كان تكون خشينه من بعد كي نطيبوه ولا كي نقليوه راح يكون معجن للداخل. احنا ماذا بينا نيفيتيو هذيك التعجان هذاك تاع القريوش، اصلا اسمه القريوش يعني يجي يقرمش. نحل مليح ونحي من بعد الحواف نقطعهم ونحيهم باش يكون عندي مستطيل متجانس ومنتظم الاطراف. من بعد نحكم نقطع الشريطه. هنا راح نقطع الشريطه، ماني حنحتاج لا مول لا طابع لا ورقه ولا اي شيء، فقط راح نعمل شرائط.
انا لهنا الجراره اللي عندي ماهيش هذيك اللي جايه كيف نقول مشرشفه بزاف. خيرت جراره اللي التشرشيف تاعها ناقص، ما بغيتش هذاك التشرشيف لانه موش حي يعني مش حي اصلا حد ديرونجيني وموش حيمد يعني شكل هكا باهي بزاف بزاف. ولكم الاختيار. لهنا الاشرطه نديرها تقريب 3 مليمتر، هما قد ما كانوا رقاق قد ما يكون شكل قريش ابها وابها نيفيتي وهذوك الخشانة. هنا وش راح الاشرطه من بعد راح نجمع تقريب ندير بين 8 9 10 المهم كيما تحبوا نتوما نجمعهم مع بعضاهم كما راكم تشوفوا كيف راني ندير الحد تاعهم نجمعهم بطرف الاصبع. من بعد الاشرطه هذوك راح نلمهم. راح نعمل يعني الطول تاعهم حيكون حوالي 15 سنتيم باش تكون عندكم حبه متوسطه مليحه. الحجم ديما انا نقول لكم تتحكموا فيه نتوما حسب الرغبه تاعكم، يعني كاين اللي يشتي الكبير كاين يشتي الصغير. انا درت 15 تقدري ديري 20 تقدري ديري 10 تقدري ديري 12 الحجم تحكمي فيه ديري حبه وشوفي طرا. هنا عندي بياض البيض. بياض البيض علاه راح نديرو هو اللي راح يحكم لي الحافه تاع القريبش تاعي باه ما تتحليش من في القليان ويجي الشكل تاعو باهي. هاني ندير فقط بطرف الاصبع تاعي على الاطراف. لكن يا البنات عندكم لازم تشدوه مليح، لازم بياض البيض كي ديروه تلصقوه مليح مليح سينو من بعد راح يتحل لكم القريبش تاعكم في الطياب في الزيت وراح تروح لا فورم تاعو. هاي طريقه اللوي عليها سميتو القريوش الملوي. يعني انا كيما كتبت لكم الوصفه في الفيسبوك قلت لكم باللي كيما كينعصروا القش، يعني كينعصروا القش ديما نمشيو بالعكس اتجاه متعاكسين. نفس الشيء بالنسبه للقريوش هذا فوق الطاوله، يعني راهو سهل وخفيف وظريف. انا وحده من الناس ما نكذبش عليكم انا القريوش يتعبني في الخدمه تاعو وما نشتيش نخدمه صراحه ونيفيتي لي كوموند تاعو لانه يدي لي وقت طويل بزاف بزاف. لكن هذه الطريقه الحق ساعدتني بزاف بزاف في الخدمه تاعو جاني ساهل ونطيبه بالخف ويطيب لي بالخف يعني ما شاء الله. اي وحده ما تعرفش تخدم القريوش ولا باذن الله الطريقه هذه حتساعدها وحيجيكم بنين. انا لهنا كملت لميت القريوش تاعي خلصت الحبات تاعي. من بعد راح نسخن الزيت مليح نسخنها ونحط الحبات تاع القريوش تاعي. الزيت لازم يكون غزير، قلت لكم لازم يكون غزير سما الحبه كيديروها تغرق. انا لهنا درت اون كاسرول حطيت فيها الزيت وحذري شوفوا كي تحطوا الحبه تاع القريوش ما كان له توشيوها الفو با توشيوها لا خاطر لو كان توشيوها من بعد راح يتفزد لا فورم. لازم تخليوها حتى تشد روحها باش تعاودوا تقلبوها. هاو القريوش الشكل تاعو كيفاش يجي قلت لكم طريقه سهله جدا بنين خفيف ظريف. بربي ان شاء الله ينجح لكم ويصدق لكم وما تنساوش تدعيوا لي بالخير. وايضا اللي تشوف لا فيديو لاول مره ما تنساش تشترك في القناه. وباذن الله راني قلت لكم راح نزيد نحط لكم وصفات اخرى جديده ومليحه باذن الله. اي وحده حابه تدير مشروع حلويات باذن الله نعاونها بالنصائح. اللي ماكثه في البيت باذن الله اللي مخطوبه حابه دي زيدي باذن الله مانيش راح نبخل عليكم. عليها قلت لكم ما تنساوش دعموا القناه بالاشتراكات تاعكم وبالبارطاج تاع الفيديو باه تعم الفائده ان شاء الله. ها القريوش تاعي وكاينه ملاحظه انه القريوش نعسلوه بعسل فقط ما نعسلوش بالعسل وما زهر. حين التقديم يعني كي يجي نقدموه العسل يكون شويه دافي ونزينوه بالجنجلان. والقريوش هذا حذاري لازم حتى كيبرد